رغم كل شيء مريت بيه ولسه عندي حلم وعندي هدف مش هسيبه. لو هموت هفضل مكمل لحد ما اوصل له. العزيمة اللي موجودة عندي دي تفهمك ان انت ممكن تبقى احسن مني. الفكرة كلها ان انت ما تحطش جواك ان انا لما اتهزم، ان انا لما افشل، ان انا لما اخسر دي نهاية الدنيا. بل بالعكس، انت اخترت ان انت تبقى حاجة مثلا معينة يا خالد، نفسك تبقى شيء كبير، فانت طلبت الشيء ده من ربنا ومشيت في الطريق، فربنا بيجيلك وبيقولك خلاص انت اللي طلبت ده يا خالد، انت اللي طلبته، استحمل الابتلاء. انا بقى هبتليك الابتلاء ده وده 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 علشان تتعلم دروس. من غير الدروس دي يا خالد انت مش هتقدر توصل للشيء ده. فلازم ان انت تمر بالمعاناة دي، تمر بالاذى ده، توصل في لحظة ان انت تبقى لوحدك مقفول عليك من 4 حيطان، محدش عارف لك صوت ولا عارف لك صورة، بعيد بالسنين عن ناس بتحبهم وهم بيحبوك، عشان في الاخر ترجع وتقف وتبص للناس كلها ويسقفولك عشان واثق في اللي انا عايزه. اهم شيء تكون واثق في اللي انت عايزه كخالد، وعندك ثقة في ربنا وبس. وتأكد ان كل شيء وحش عديت منه ممكن يكون بسبب حبك ليا. انا عمري ما كنت ضعيف، وعمري ما نزلت اي شيء انت شفتني فيه الارض. انا كل يوم بتقدم يا خالد، كل يوم بتطور، وكل يوم انا بقرب اكتر لنجاح اكبر. ومش هتكلم، انا هخلي الايام هي اللي هتثبت لك، هتوريك في يوم من الايام شادي السرور اللي انت كنت واخده قدوة. خليني افهمك ان هو زمان كان طفل، النهاردة هو انسان ناضج ولسه مكمل ورا اهدافه. زي ما انت شايف نسر جارح، بل جبل، ولا حد على وجه الارض دي كلها اخاف منه ولا يقدر يقف قدامي. انا بس الوحيد اللي ممكن اخاف منه هو ربنا، ومكمل حتى وانا لوحدي، مكمل ولا فارق معايا، واثق من نفسي وعارف ان انا في النهاية هوصل. فتأكد ان شادي السرور اللي انت حبيته في يوم من الايام هو انسان قوي لابعد الحدود. وايا كان مين موجود على السوشيال ميديا بيفهم الناس وبيوهمهم ان هو راجل، فهو ما يجيش ربع رجولة شادي سرور ولا اللي مر منه.